السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو عروض الأجهزة الكهربائية في المرشدي. كنت عملت لكم جولة ونزلت لكم فيديو بخصوص عروض المفروشات وفيديو تاني برضو في العروض الموجودة في الأدوات المنزلية. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف عشان لو حابين تشوفوا الفيديوهين. وفي الفيديو ده جايبه لكم العروض الموجودة على الأجهزة الكهربائية، وهقول لكم شوية نصايح قبل ما تشتروا الأجهزة الكهربائية وملاحظات تاخدوا بالكم منها. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. اول حاجة، لو انتي عروسة ما تشتريش الاجهزة الكهربائية قبلها بفترة، يعني ما تشتريش كده الأجهزة وتسيبيها مركونة فترة كبيرة، طبعا علشان الضمان بتاع الأجهزة دي. ولو انت خايفة من زيادة الأسعار بتاعة الأجهزة، انت ممكن تحتفظي بالفلوس دي في سبائك مثلا ذهب، تمام، بحيث ان انت كده تبقي ضامنة ان انت حافظة القيمة بتاعة الفلوس. تاني حاجة، قبل ما تجيبي اي جهاز لازم تعملي سيرش عنه كويس قوي، تشوفي اراء الناس اللي استخدموا الجهاز ده وتشوفي رأيهم فيه. هل هو الجهاز ده بعد الاستخدام طلع معاهم حلو ولا طلع معاهم وحش مثلا او في مشاكل معينة. طبعا انت مش هتلاقي اراء الناس كلها زي بعض. وارد ان انت في اجهزة هتلاقي في ناس تقولك حلو ومع انه نفس الجهاز، والناس هتقولك لا ده مش حلو معايا. بس انت حاولي بقدر الامكان انك انت تشوفي حتى الاغلبية قالوا ايه، قالوا ده عليه حلو الجهاز ده ولا مثلا في مشاكل قابلتهم بعد الاستخدام. ولما تيجي تشتري اي جهاز بالاخص في الاجهزة الكبيرة لازم تشتري ماركة تكون معروفة، لاننا طبعا لما بنجيب الجهاز بنبقى عايزينه يقعد معانا اطول فترة ممكنة، مش بنبقى عايزين ان احنا نواجه اي مشاكل فيه او ان الجهاز ده يعني لا قدر الله يبوظ بعد فترة قصيرة. ولازم طبعا ناخد بالنا من موضوع الضمان كويس قوي، يعني هل هنلاقي الجهاز ده لو لا قدر الله حصل فيه اي حاجة هنلاقي قطع الغيار بتاعته دي متوفرة ولا مش هتكون موجودة. ولازم طبعا تعملوا سيرش عن خدمة ما بعد البيع، لازم تشوفوا التعامل بتاعهم كويس ولا لأ. ولازم طبعا تراعي موضوع المساحة قبل ما تجيبي الأجهزة، ان انت ما ينفعش ان انت مثلا تروحي تجيبي جهاز كبير والمساحة عندك ما تكونش كبيرة. ولازم تخلي بالك قبل ما تستلمي اي جهاز ان انت تفحصيه كويس قوي وتشوفي لو هو معاه مثلا قطع صغيرة، لازم تشوفي القطعة دي مظبوطة ولا لا. ولو مثلا جهاز صغير مثلا زي الخلاط او الميكرويف لازم تجربيه عندهم قبل ما تستلمي الجهاز منهم. لازم ترتبي اولوياتك في الاجهزة وتشوفي ايه الحاجات المهمة اللي انت هتستخدميها. وبخصوص الموضوع بتاع الاجهزة وايه المهم فيها، طبعا المهم التلاجة والغسالة والبوتاجاز والشاشة والديب فريزر. طبعا الديب فريزر مهم جدا يا جماعة، لازم تحاولوا ان انتوا تجيبوه. ما تقولوش مثلا احنا في الاول اتنين مش هنحتاجه، كفاية التلاجة هتكفي وتوفي معانا. لا، انتوا هتحتاجوه طبعا في التفريزات، هيساعدكم كتير جدا. انا كنت واحدة من الناس اللي ما كنتش عايزة اجيب الديب فريزر وشايفاه مش مهم بالنسبة لي، بس بعد كده غيرت رأيي وجبته الحمد لله يعني. وعايزة اقول لكم ان فعلا كنت هندم لو انا ما جبتوش. وحاولوا ان انتوا تجيبوه كبير وواسع، لان صدقوني مهما كان حجمه هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتفرزوا حاجات وبتحطوها فيه فهتحتاجوا المساحة دي، لان موضوع التفريزات ده هيسهل عليكم حاجات كتير جدا. وعايزة اقول لكم برضو من الاجهزة المهمة هي الميكرويف، بجد هيسهل عليكم حاجات كتير جدا، سواء بقى في تسخين الاكل او ان انتي تفكي فيه حاجة مجمدة عايزة تفكيها بسرعة. فهو بجد من الاجهزة اللي هتساعدك كتير قوي، فحاولوا ان انتوا تشتروه برضو. وبرضو من الاجهزة اللي انتوا هتحتاجوها الهاند بلندر، عايزة اقول لكم بجد ان هو هيساعدكم. وهاتوه استانلس علشان تقدروا تضربوا بيه اي حاجة وهي سخنة، ما تستنوش ان الحاجة دي تبرد. ولازم طبعا تراعوا ان الوات بتاعه يكون عالي مش ضعيف. ولو عرفتم تجيبوا محضر الطعام يبقى كويس جدا معاكم، اللي هو بيبقى فيه الكبة، سواء الكبة الكبيرة او الصغيرة او الكبتين مع بعض، يعني بيبقى فيه نوع، بيبقى فيه مثلا الكبة كبيرة وكبة صغيرة ومعاهم كمان الهاند بلندر، فده بيبقى حلو جدا. وبلاش تجيبوه اللي هو بيكون متصل ببعضه وكمان معاه اللي هو الخلاط، لان ده بيكون ارهاق على الجهاز نفسه وكمان بياخد معاكم مساحة وبيكون متعب بقى لو انت هتشيليه وتحطيه، لكن لما بتكون كل حاجة لوحدها بيكون افضل ومريح معاكي. وعايزة كمان اقول لكم ملحوظة بخصوص بقى الخلاط العادي،
ابعدوا تماما عن الخلاط اللي هو بيتفك القاعدة بتاعته، لانه بجد متعب جدا جدا في التنظيف بتاعه. فانتم لما تيجوا تجيبوا خلاط هاتوه اللي هو ما بيتفكش من بعضه. والكبة برضو من الحاجات المهمة اللي هتساعدك وهتوفر عليكي وقت وهتسهل عليكي الدنيا. برضو لو عرفتي تجيبيها لوحدها، او لو يفضل ان انت تجيبيها في محضر الطعام، هتفرق معاكي. هتعملي بقى فيها بصل، هتعملي فيها خضرة المحشي، بتعملي فيها حاجات كتيرة برضو يعني. ومن الحاجات بقى اللي هي مش أساسية قوي عندك الفرن الكهربائي، يعني اعتبريه من الحاجات الكماليات. يعني انت عندك الفرن بتاعك الأساسي، فخلاص انت مش محتاجة لفرن كهربائي. لكن لو انت معاكي مثلا خلاص ميزانية متاحة، لا انت ممكن عادي ان انت تقدري تجيبيه، لكن هو مش أساسي معاكي. وبالنسبة للعجان، فلو انتي واحدة بتحبي تعملي المعجنات فهاتي العجان، هيفيدك جدا وهيسهل عليكي الدنيا. لكن لو انتي ما بتحبيش ان انتي تعملي معجنات فما تجيبيش العجان. ولو انتي من محبين القهوة وحابة تجيبي الماكينة بتاعة صنع القهوة هاتيها، هي حلوة، بس ابعدي عن اللي هي شبه الكنكة اللي هي ما بتفصلش لوحدها، لان هي مش هتكون مريحة معاكي قوي. هاتي احسن الماكينة اللي هي بتفصل لوحدها. وطبعا بالنسبة للكاتل، فالكاتل مهم جدا. حاولي ان انت برضو لما تيجي تجيبيه ما تجيبيش اي نوع فيه، حاولي ان انت تجيبيه نوع يكون كويس علشان انت هتستخدميه على طول، فما يبص معاكي في فترة بسيطة. لما تيجوا تجيبوا الأجهزة لازم تجيبوها من مكان يكون موثوق، مش مجرد ان انت عارفة ان الماركة دي كويسة فتروحي تجيبيها من اي مكان، لان الحاجات دي مش كلها بيكون فرز اول، في حاجات بتبقى فرز تاني. فانت لازم تراعي المكان اللي انت بتجيبي منه وتكوني واثقة فيه كويس قوي. وحاولوا ان انتوا تجيبوا الاجهزة الموفرة للطاقة، لان هي فعلا بتوفر معاكم في استهلاك الكهرباء، سواء كانت الغسالة او التكييف. طبعا دول اكتر حاجتين ممكن يستهلكوا معاكم كهرباء. فانتم حاولوا ان انتوا تجيبوهم اللي هم موفرين للطاقة. وبرضو بخصوص الديب فريزر كان في ملحوظة ما كنتش قلتها فيه، ان انتوا تحاولوا ان انتوا ما تجيبوش الديب فريزر اللي هو الافقي اللي هو شبه التلاجة بتاعة الايس كريم. هاتوه اللي هو بدراج، ده بيكون افضل معاكم في الاستخدام وبيسهل عليكم الدنيا وبيكون مرتب اكتر. وبالنسبة للاير فراير اللي هي القلاية الكهربائية بدون زيت، فهي مش من الحاجات الأساسية، ولكن لو في معاكم إمكانية ان انتوا تجيبوها هاتوها، هتنفعكم طبعا، هتوفر معاكم في استخدام الزيت، وطبعا هيكون الأكل فيها صحي. وبالنسبة للتوستر فهو طبعا مش من الأجهزة الأساسية، هنعتبره من الأجهزة الرفاهية، ولكن برضو هو استخدامه حلو. لو انتوا في معاكم برضو إمكانية ان انتوا تجيبوه هاتوه، هيعجبكم الاستخدام بتاعه. وطبعا هتستخدموه في تحميص السندوتشات، فهيخلي السندوتشات معاكم مش تقليدية. وطبعا تقدري تعملي فيه حاجات تانية، زي اللي هو التلاتة في واحد، تقدري تعملي فيه وافل وتعملي فيه السمبوسة، ولكن انتي هتستخدميه اكتر حاجة في تحميص السندوتشات. ومش هننسى طبعا المضرب الكهربائي، ان هو طبعا بينفعنا في ان احنا لما بنيجي نعمل كريم شانتيه او بنعمل كيك بنعملهم بيه، فطبعا هو مهم. بس لو انتي جبتي عجان فهو مش ضروري، لان انتي طبعا تقدري تعملي الحاجات دي في العجان، يعني تقدري تجيبي لو هتجيبي العجان بس ما تجيبيش مضرب. لكن لو ما جبتيش العجان فلازم طبعا ان انتي تجيبي مضرب كهربائي هتحتاجيه. اتمنى اني اكون افدتكم ولو باي معلومة بسيطة، ولو في عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. ونرجع للجولة بتاعتنا ونشوف العروض. انا هنا كنت بصور لكم العروض الخاصة بالغسالات. فدي كده غسالة ميديا 7 كيلو كان عليها عرض ب14,500 جنيه بدل 20,000. وده كده موديل تاني منها برضو 7 كيلو عليها عرض ب15,000 بدل 18,000. وده كده شكلها. ودي غسالة زانوسي ال7 كيلو ب19,500 وال8 كيلو ب21,500. وده موديل تاني برضو من زانوسي ال7 كيلو ب20,000 وال8 كيلو ب22,000. ودي كده شكلها. ودي كده غسالة بيكو ال9 كيلو عليها عرض ب24,699 جنيه
بدل 28,999، وده كده شكلها. وغسالة بيكو ال10 كيلو عليها عرض ب28,599، وال10 كيلو بمجفف 6 كيلو ب36,799 جنيه. وغسالة زانوسي ال8 كيلو ب17,899، وفي برضو موديل تاني 8 كيلو ب16,999. وده مبرد مية ماركة زادة عليه عرض ب5499، وده نوع تاني ب5649. ودي ماركة تانية اسمها ايدو عليه عرض ب8395، وفي موديل تاني ب7845. ومبرد مية بيرجن ب8295 عليه عرض برضو. وكولدير عليه عرض ب7499، وده اللون بتاعه الاسود برضو بنفس السعر ب7499. ده كده شكله. وكوفي ماشين بتاعت ميانتا عليها عرض ب7999، ودي كده مروحة سمارت اللي بتتركب في الحيطة، دي عليها عرض ب1790. ومروحة تاتش ب1139. هو ما كانش فيه عندهم عروض كتير على المراوح، يعني دي العروض اللي انا صورتها لكم اللي لقيتها موجودة هناك على المراوح. وده فلتر تانك برو 6 عليه عرض ب1999. وده فلتر مية تانك عليه عرض ب999. وفلتر جرين تاتش 7 مراحل عليه عرض ب3999. وده فلتر مية فريش عليه عرض ب4999. وتلاجة ارستون 470 لتر عليها عرض ب40299. وال385 لتر ب31000. وتلاجة ارستون 406 لتر فيها 2 موديل، واحد ب28,499 وواحد ب29,000. وتلاجة هاير 433 لتر عليها عرض ب40,390، ده اللون الاسود، واللون السيلفر منها ب39,990. دي تلاجة بفريزر سفلي. وده كده موديل تاني من تلاجات هاير 473 لتر عليها عرض ب33,490، واللون الاسود منها ب33,990. ودي تلاجة هاير 502 لتر عليها عرض ب54,990، ده كده شكلها. وتلاجة تورنيدو 450 لتر عليها عرض ب26,899. وتلاجة وايت ويل 430 لتر في منها اللي بحنفية ب24,499، والعادية ب23,989. ودي فريزر وايت بوينت 7 درج عليه عرض ب32,999، ده اللون الاسود، واللون السيلفر ب32,499. ودي فريزر وايت بوينت ال5 درج عليه عرض ب21,999. ودي فريزر يونيون اير 6 درج عليه عرض ب18,499، وفي منه موديل تاني ب19,400. ودي فريزر الكتروستار ال5 درج عليه عرض ب22,650، والخمسة درج ب18,499. ودي فريزر توشيبا ال7 درج ب26,499. ودي فريزر كريازي اللي هو الأفقي ب17,249، ده كده شكله. ودي فريزر فريش 7 درج عليه عرض ب26,399، في منه اللون الأسود واللون السيلفر والاتنين بنفس السعر. وده برضو دي فريزر فريش بس 6 درج عليه عرض ب23,319، والخمسة درج ب19,799. ودي فريزر برضو بسابة ال5 درج عليه عرض ب16,799. ودي فريزر الأفقي بساب عليه عرض ب10,199، وال145 لتر منه ب8,799، ده برضو دي فريزر بساب الأفقي. وال250 لتر عليه عرض برضو ب11,799، ده كده شكله. ودي فريزر فريش ال107 لتر، ده برضو أفقي عليه عرض ب8,309. وال145 لتر ب9,259.
وال165 لتر فريش برضو ب9799. وفي موديل تاني من الديب فريزر بتاع فريش 165 لتر عليه عرض ب10559. وتلاجة بيكو 450 لتر عليها عرض ب55099. وتلاجة بيكو 630 لتر عليها عرض ب54499. وتلاجة بيكو 490 لتر عليها عرض ب42749. وتلاجة فريش 530 لتر عليها عرض ب33599. وتلاجة فريش الكومبي 530 لتر عليها عرض ب32599. وتلاجة فريش 471 لتر عليها عرض ب27399. وتلاجة فريش 426 لتر عليها عرض ب25999. وال397 لتر ب23539. والاسود منها ب23799. وتلاجة فريش 369 لتر ب21999. وده برضو موديل تاني منها عليه عرض ب21452. وتلاجة فريش 329 لتر عليها عرض ب18649. وتلاجة أريستون 367 لتر عليها عرض ب25499. ودي كده كانت جولتي في المرشدي. اتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.